يا مساء الفل عليكم. ترايفل المانجا من ألذ الكيكات اللي تقدري تعمليها في الصيف، منعشة وطعمها حلو جدا. تعالوا بقى نشوف الطريقة. أول حاجة معايا كوباية وربع من الكريم شانتيه الخام، ضفت من 3 ل4 معالق كبار من السكر، نقدر نزود السكر على حسب الرغبة. ضفت كمان معلقة كبيرة من الباستر كريم الباودر، تمام كده. وضفت كمان كوباية وربع من المية المثلجة، تمام كده. ونقدر نستبدلها بلبن على حسب الرغبة. بعد ما هضرب بقى الكريمه كويس جدا، تمام زي ما انتم ما شايفين كده، لحد ما القوام الكريمه يعني يكون متماسك ويبتدي حجمها يتضاعف. كده معايا الكريمه هتكون ممتازه جدا، تمام كده. هبتدي بقى هنا اوقف بقى، خلاص الكريمه تمام جدا. هبتدي اضيف عليها علبه من القشطه، تمام كده. القشطه دي قشطه حلويات، بتلاقوها في السوبر ماركت، تقدروا ان انتوا تشتروها. تمام، ضفتها على الكريم شانتيه. نقدر نستبدل القشطه بحاجات كتير، وممكن كمان تستغنوا عنها خالص، مفيش اي مشكله. وممكن كمان نحط شوكولاته بيضه، زي ما احنا متعودين. الكريم شانتيه ما بنعمله مع بعض ومطلع منه تيست حلو قوي. تمام كده، معايا خلاص الكريمه بقت جاهزه. ومعايا هنا كيك، انا خبزت قالب كيك. آه، يعني اي نوع كيك او اي طريقه كيك انت بتحبيها تقدري ان انت تعمليها، او عندك بواقي كيك في البيت برضو هتقدري ان انت تستخدميها. انا الكيك ده عباره عن كوبايه ونص من الدقيق، بيضتين، نص كوبايه من اللبن، ونص كوبايه من الزيت، تمام، بيضتين. ومعايا ورشه من الفانيليا ورشه من الملح، ومعلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، تمام كده، ورشه صغيره من الملح. ده كل اللي احنا استخدمناه لقالب الكيك اللي احنا عملناه ده. عملت القالب ده وخبزته وسبته يبرد تماما، وبعدين هستخدمه. شايفين ما شاء الله الكيكه ممتازه ومساميه كده وهشه تحفه. هبتدي بقى، خلاص جهزت الكريمه وجهزت الكيك، ومجهزه مانجا كمان مقطعاها مكعبات، مجهزه 4 مانجات. وجهزت كمان مانجا بيوريه، انا يعني يا دوب بس ضربها بالهاند بلندر بيوريه، تمام كده. مش هستخدم عصير مانجا، انا هستخدم المانجا البيوري دي. هبتدي بقى ان انا اضيفها كده على طبقات الكيك، وهضيف برضو الكريمه. انا عايزه اقول لكم الكيك ده احلى حاجه فيه ان انتوا بتحطوا الطبقات كده على بعض من غير ما نستخدم ادوات كتير، ولا يعني ولا حاجات كتير. هو كل الحكايه كيك، وبنرصه في بوله او صينيه او سيرفيس، اي حاجه متاحه عندك، تمام. وبنبتدي نعمل احلى طبقات، طبقات غايه في الجمال بصراحه. هبتدي برضو اضيف المانجا البيوريه، واضيف طبقه من الكريمه، واضيف المانجا القطع اللي احنا مقطعينها، تمام كده. انا هعمل في البوله دي يعني 3 ادوار، تمام كده زي ما انتم شايفين. يعني هحط اعملها 3 مستويات. انا حاشياها بالكيك زي ما انتم هتشوفوا. ده اخر برضو طبقه. شايفين الجمال؟ تحفة يا جماعة. بقى كتروا المانجا، موسم المانجا وحاجة كده حكاية. ونسقعها بقى البولة دي كده بقى في التلاجة، وناكل احلى طريف المانجا. عايزة اقول لكم ان طعمه تحفة، حلو جدا جدا جدا. هبتدي بقى احط كده باقي طبقات الكيك. انا بصراحة بقى حبيت ان انا اقدمه يعني بخطوات بسيطة، اللي هو كل القصة ان انا بفرد عادي الكريمة بالمعلقة عادي جدا، وبضيف برضو قطع المكعبات كلها بتاعت المانجا. يعني ما فيهوش اي اختراع، تقدر اي ست بيت تعمله، سهل جدا وسريع. منقذ لو انت عندك ضيوف، بصراحة ما فيش احلى من كده ولا اسهل من كده. والمانجا كمان في يعني ده موسم المانجا، فاستمتعوا بيه بقى، واعملوا بيه كيكات، واعملوا بيه حاجات كتير جدا. تمام. هنا بقى ابتديت ان انا ازين البولة بتاعتي، زينتها بالكريز، تمام زي ما انتم شايفين كده. حطيت كريز كده على الوش بشكل عشوائي، بس كده. وهبتدي بقى ان انا ادخلها التلاجة لحد ما تسقع تماما. وبعدين هبتدي ان انا اقدمها، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. شايفين الجمال؟ تحفة يا جماعة. تعالوا بقى ندوق. هبتدي بقى ان انا اقطع معاها، يعني اقطع كده قطعة. عايزة اقول لكم شايفين اصلا طبقات الكيك عاملة ازاي مع الكريمة والمانجا؟ حاجة بصراحة في منتهى الجمال. بصراحة كيكة الانتعاش انا بالنسبة لي كيكة حلوة جدا في حر الصيف، وطعمها تحفة. بتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وتجربوها، وانتظروا ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.